المهم هي قالت لها كلام انا قلته عليها بس ما قلتش. انت جديده؟ قلت لها كده اول ما كلمتها، هو انت جديده؟ عشان كده انا رحت بعدت عنها تلقائي. هي في ايام زمان انا كنت بدي اهتمام، معناه انك شخص غير محبوب. هاي جايز، كيفكم؟ وحشتوني وحشتوني. النهارده فيديو مختلف عشان الفترة دي لقيت كذا كومنت منكم بيقولوا لي حاجات زي انا مش بعرف اعمل صحاب، انا كل ما صاحب حد نبعد عن بعض، انا بخاف ابدا كلام مع الناس، كل صحابي بيسيبوني في الاخر. وفعلا حسيت ان الموضوع ده محتاج فيديو لوحده، لان الموضوع الصحاب مش دايما سهل زي ما بيبان. ماشي. فقلت طب ليه ما نعملش جلسة كده ونحاول نفهم ازاي نعمل صحاب من غير ما نحس اننا بنجبر نفسنا ان احنا نعمل صحاب وكده، ولازم نعمل صحاب. ماشي. وطبعا انا مش خبيرة علاقات ولا حاجة يعني، بس اشارككم حاجات اتعلمتها من تجاربي ومواقف حصلت لي، والحاجات اللي كنت اتمنى اعرفها من زمان. فيلا بينا. اول حاجة، ليه اصلا بنحس اننا مش عارفين نعمل صحاب؟ بص، أوقات المشكلة مش إن مفيش ناس حوالينا، المشكلة إننا بنبقى خايفين نبدأ، إن إحنا خايفين مثلا نصاحب، أصل هيحصل كذا كذا كذا، بنفكر مثلا في اللي جاي. طب أقول إيه؟ طب لو ما ردتش عليا مثلا، طب لو افتكرتني رخمة، طب لو هي أصلا مش عايزة تصاحبني، وكلام كتير من الكلام ده. بنقعد نفكر في كل الاحتمالات لحد ما الفرصة نفسها تروح. طب ليه يعني كده؟ هو انا شايفه ان اول حاجه لازم نعملها اننا نبطل نتوقع ان اول شخص نتكلم معاه لازم يبقى اعز صاحب لينا. لا، مش لازم اول ما نتكلم مع حد عادي، دي يمكن تجربه، يمكن يكون صاحب بس مش مناسبه معاكي، بس صحباتي، او ان هي ما حبيتيهاش قوي، او ان انت ما عرفتيش تعملي صح، فعادي، فانت هتجربي كتير وهتصاحبي كتير وكده. فممكن نبدأ بكلمة بسيطة، ايه رأيك في الحاجة دي؟ مثلا انت جايبة ايس كوفي او كوباية ايس كوفي جديد، ومثلا انت جايبة وانت في الدرس مثلا، تروحي قايلة لها ايه مثلا؟ هاي، عاملة ايه؟ ايه رأيك في الكوباية دي؟ هل هي مناسبة وحلوة ان انا اعمل فيها ايس كوفي، ولا يعني مش حلوة؟ لو انت عايزة تبدأي مع حد. طب انت مفيش موقف انك تعملي كده؟ طب مثلا جه سؤال عليكي وانت قاعده جنبها وعايزه تصححيها مثلا، تقولي لها هو انت فهمتي السؤال ده؟ طب انت مثلا لو ما فهمتيهوش قولي لها ممكن تفهميني، بعد ما ممكن تفهميني هو انت اسمك ايه، وتتعرفوا فاهمين، ومش من اولها تبقي ايه، تدلقي كل اللي عندك، لا بالراحه كده. وممكن مثلا انت بتحبي المادة دي، مثلا احنا في درس مثلا عربي، هل انت بتحبي العربي وكده، وتبدأوا بقى بالكلام. أو مثلا هي جايبة شنطة حلوة تقول لها حلوة الشنطة دي منين، كده يعني. مش لازم أول محادثة تكون هاي، تحبي نبقى أعز صحاب، أكيد لأ يعني. وهنا بقى هقول لكم أنا شخصيا حصل معايا مواقف كتير جدا. أنا بجد أنا يعني ما شاء الله بعرف أصاحب جدا، والحمد لله عندي صحاب، يعني عندي صحاب كويسين. وكمان تحسوا اهتماماتي. المهم أنا طب ازاي صاحبتهم؟ أنا والله مش فاكرة، بس رغم إن أنا مثلا لما بصاحب جديد، في واحدة كانت عندنا جديدة في الدفعة، أول مرة تيجي. طب أنا عايزة أعرفها، هي على السهولة كده، مع إني عندي صحاب كتيرة بس أنا عايزة أعرفها عادي. فهي كانت أمورة ما شاء الله مسؤولة أوي. رحت قلت لها إيه؟ أنت جديدة؟ قلت لها كده أول ما كلمتها، هو أنت جديدة؟ قالت لي قلت لها أول مرة أشوفك عشان كده. راحت ضحكت لي كده وقالت لي قلت لها هو أنت اسمك إيه؟ راحت قالت لي إيه؟ كانت اسمها. قلت لها عسولة أوي يا منير. قالت لي ماشي. بس ده كان أول لقاء. تاني لقاء كل ما نشوف بعض تيجي تسلم عليا. لما هي قالت لي صحيح أنا اسمي رانيا، أنا قدك برضه، مع بعض ونشوف بعض كتير وكده. فكل ما تشوفني بعد كده بقيت تشوفني تسلم عليا. انا عرفتكم ان
ان الصحاب برضو انكم تصاحبوا مش صعب ومش سهل، فانتوا بس تعرفوا ازاي تبدأوا الكلام. لازم حاولي وجربي مرة واتنين وتلاتة، مش تيأسي من أول مرة. عشان أنا عارفة إنك انتي موضوع إنك انتي ميكونش عندك صحاب، عارفة إن هو واحد أو بتحسي بواحد أو بتحسي بس علشان الصحاب برضه بتدي، خلي بالكم بتدي سعادة برضه. تاني حاجة ما تحاوليش تصاحبي أي حد لمجرد إنك مش عايزة تبقي لوحدك، لأ دي بجد مهمة جدا. لو انت حاسة بالوحدة ممكن جدا تتعلقي بأول شخص يديكي اهتمام، خد بالك، لكن الاهتمام لوحده مش معناه ان الشخص ده مناسب يبقى صاحبتك. شوفي هل انت لما بتصاحبيها مثلا، هل صاحبتك دي انت بتحسي انك لما بتبقي معاكي انت مرتاحة معاها؟ يعني انا جالي فترة كده بص، مش انا اللي صاحبتها، هي اللي صاحبتني، واحدة كده هي اللي صاحبتني مش انا، وهي اللي كلمتني وكده، وانا صاحبتها وحبيتها واستلطفتها. بعد ما اتكلمنا كتير وبقينا صحاب قوي، وكده حسيت ان انا مش مرتاحه معاها، مع انها هي ما عملتليش اي حاجه، وهي كانت كويسه معايا، هي ممكن كانت بتعمل تصرفات معايا فهي دي اللي خلتني انا مش مرتاحه معاها. عشان كده انا رحت بعدت عنها تلقائي، هي نفسها مستغربه، بس انا مش مرتاحه معاكي. فعشان كده انا مش هبقى، يعني هبقى مع علاقه انا مش مرتاحه فيها، فلازم انا راحتي انا. ماشي. ولازم برضو تعرفي هل تسألي نفسك لو هي مثلا بترتاحي معاك، طب هل بتحترمك؟ عشان لو مش بتحترمك وواخداكي انك انت ايه اللي بتضحكيها او كده، لا بجد ابعدوا. عادي استني شوية، هيجي الوقت انك هتصاحبي حد ويكون شبهك وهتحبيه قوي وكده. فالحياة برضه ايه، الناس بتروح وبتيجي وكده. وهل بيسمعك؟ هل بتفرح لك على الحاجات الحلوة؟ هل بتقدري تكوني على طبيعتك معاها؟ وأسئلة كتيرة. لو الحاجات دي كلها أيوة بجد بقى جميل جدا. لكن لو كل مرة تخرجي من القعدة حاسة إنك لازم تمثلي أو تغيري نفسك عشان الشخصية دي تتقبلك، لا 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 لا، تبقي لوحدك أحسن. فالعلاقة دي هتبقى مش مناسبة ليكي، فأنت ليه تبقي، ليه يا أصدقائي بجد. تالت حاجة، كل ما بصاحب حد بيسيب لي وكده. فأنا لقيت السؤال ده بيتكرر كتير جدا، وواحدة برضه كانت لسه في آخر فيديو كتبت لي، فأنا عشان كده قلت لازم أعمله. لو كل علاقة جديدة بتبدأ عندك وبتنتهي بسرعة، ما تقوليش فورا أنا المشكلة. عشان في الكومنت ده البنت قالت لي أنا دايما بحس إن أنا اللي فيا غلط، أنا بحس دايما إن أنا المشكلة عشان أنا كل ما بصاحب حد. أنا جالي فترة كده كنت في سنة من السنين في حياتي إن أنا كنت كل ما أصاحب حد أنا أبعد عنه. طب أنا كنت ببص لنفسي كده إن أنا المشكلة بجد، لحد ما صاحبت ناس جداد بجد حسيت ما كنتش أنا المشكلة خالص. وكنت بفتكر أيام زمان أنا كنت بدي اهتمام، كنت بعمل كل حاجة وهم ما كانوش بيدوني اللي أنا كنت بديله. عشان كده انت لما تصاحبي ناس هتحبك بجد وهتحبيها بجد وهترتاحي معاها، هتفتكري نفسك زمان وانت بتقولي انا المشكله، انا الغلط مش انت المشكله. وممكن يكون ساعات اوقات انت المشكله، بس لو انت المشكله هل انت بتقللي منهم؟ هل انت بتخليهم هما ماشيين زعلانين منك انت بسببك انت، بسبب كلامك الجارح؟ يبقى كده انت المشكله. انا وانت مش كده يبقى لا بجد ما تظلميش نفسك على الفاضي. ماشي. وممكن كمان يكون في حاجة محتاجة تتغير في طريقة تعاملك، انك انت مثلا كلامك مثلا بيكون اوقات مثلا بتقولي الصراحة بس الصراحة قوي. بصوا لما تصاحبيهم قوي وتبقوا خلاص كده، قولي لهم الصراحة اللي جواكي، الحاجة اللي انت مش حاباها فيهم وكده، بس مش من اول ما تصاحبوا تروحي قايله لها كل الحاجات الوحشة. هما بجد هيزعلوا منك عشان هما مش عارفينك برضه. رابع حاجة، ما تعلقيش حياتك كلها على صاحبة واحدة. دي بجد من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلي الصداقة متعبة.
يعني ما تبقاش صاحبتك هي الشخص الوحيد اللي بتكلميه، والوحيد اللي بتخرجي معاه، والوحيد اللي بتحكي له، والوحيد اللي مستنيه منه اهتمام. بجد عشان اي خلاف هيحصل هتحسي ان الدنيا كلها وقفت. حاولي يكون عندك اكتر من دايره. صحاب من المدرسه، ناس بتتكلمي معاهم في الهوايات، ناس تعرفيهم من نشاط او كورس، وقت مع عيلتك ووقت لنفسك. الصداقة جزء، مش الكل، جزء من حياتك وجزء جميل، مش حياتك كلها. ويا ريت الجزء ده يكون جزء جميل، عشان لو جزء مش جميل وانت سألت نفسك لقيتك الجزء ده مش جميل، يبقى ده مش مناسب ليكي العلاقة دي. خامس حاجة، ببدأ الكلام ازاي؟ أنا بقى نعمل تحدي صغير في الفيديو. هقول مثلا لو في بنت في المدرسة نفسك أنا أصاحبها، ماشي؟ عندي 3 فرص أبدأ بيهم الكلام. أول حاجة هسألها عن حاجة مشتركة ما بيننا، مثلا المستر قال لنا إن احنا نذاكر الجزئية دي، هقول لها مثلا هو أنت ذاكرتي الجزء ده؟ مثلا تروح قايله لي لا، اقول لها ليه؟ انا ذاكرت. طب يلا نذاكره، يلا نذاكره واسمع لك قبل ما المستر يجي وكده، وبعدين نسمعه لبعض. هي بقى هتحس انك ايه بجد حلو. دي اول حاجه. تاني حاجه، علقي على حاجه، بس لما مثلا هي مطلعه كشكول بتاعها وكده، النوت بوك بتاعتي الحلوه دي، هتروح مطلعه كده وتروح قايله لي بجد انا بحب الكشكول ده قوي، شكله حلو قوي، تحفه. حتى هي تقول لك تقول لها لي مثلا بابا جايبولي كده، تقول لها مثلا انا كان عندي زيه، او بس ما تكذبيش انت بجد انت عاجبك الحاجه دي. افتحي اي موضوع بسيط، تقولي لها مثلا انت بتحبي تقراي، بتحبي الافلام، بتسمعي ايه. ولو الحوار كمل يبقى حلو جدا، ولو ما كملش ولا يهمني. مش كل شخص هتكلمه لازم يبقى صاحب، اكيد لا، في ناس مش هتبقى مناسبه معاكي. ازاي اعرف ان الشخص عايز يصاحبني فعلا؟ بص، مش لازم كل حاجة تكون واضحة من أول يوم، لكن مع الوقت هتلاحظي إن هي بتسأل عنك، بتبدأ الكلام أوقات، بتفتكر حاجات انتي قلتيها، بتحاول تقضي وقت معاكي، بتحترم حدودك، مش بتقلل منك، مش بتقلل منك. فالصداقة مش شخص واحد بيجري ورا التاني، الاتنين بيحاولوا، مش انتي دايما برضه اللي تحاولي. انتي خلاص بدأتي، خلاص برضه كلمي تاني يوم تالت يوم، وبعدين اهدي بقى، خليها هي تسمع، ماشي؟ سابع حاجة، لو صاحبتك بدأت تبعد زي اللي قالت لي أنا صحابي كلهم بيبعدوا عني كده، بصي ما تجريش وراها على طول. الأول اسألي نفسك، أول حاجة تسأليها يعني هل حصل موقف ما بينكم عشان كده هي بدأت تبعد؟ ولا هل هي مشغولة؟ ولا هل أنا عملت حاجة ضايقتها؟ ولا العلاقة فعلا بدأت تتغير؟ لو الشخصية دي مهمة بالنسبة لك ممكن تسأليها ببساطة عادي جدا، الموضوع بجد بسيط، بسيط فوق ما تتخيلوا. هتقولي لها مثلا حاسة إنك بعيدة عني الفترة دي، في حاجة حصلت؟ غير خناقة ومن غير التهمين. لو مفيش حاجة خلاص تمام. طب قالت لك إن في مشكلة، اسمعيها وقولي لها قولي إيه المشكلة، أنا واقفة معاكي، احكي لي وكده. طب لو العلاقة انتهت رغم إنك حاولتي، ده مؤلم بس مش معناه إنك شخص غير محبوب. فخلاص سيبيها هي براحتها، ما انت برضه مش هتتحللي على الناس عشان تصاحبك، ماشي؟ دايما حاجة تجربة أو موقف أحكي لكم برضه. أنا كان عندي موقف خلاني أفهم إن مش كل الصداقة لازم بتكمل لآخر العمر. أول حاجة أنا بدأت الصداقة دي من أنا كنت مصاحبة واحدة، وصاحبتي دي هي كانت مصاحبة البنت التانية اللي أنا صاحبتها دي، فهي صاحبتنا مع بعض وقالت لها دي، فبقينا نمشي مع بعض احنا التلاتة وكده. بقت البنت التالتة اللي أنا مكنتش عارفاها بقت تقولي مثلا انت عرفتي عليا وكده. فهي في طريقي بالمرة، فأنا كنت بفوت عليها بالمرة، وبعدين علاقتنا اتطورت، صاحبنا بعض قوي، وبقينا صحاب جدا، وبقينا نروح مشاوير مع بعض، بجد كنا صحاب جدا جدا، وكانت بتيجي عندي وانا بروح عندها.
وانا حبيتها قوي صراحه، وهي برضو الله اعلم برضو، بس يعني متصرفتها برضو هي كانت بتحبني وكده. ففي شخصيه قاعد ما بينهم ماشي، الشخصيه دي آه ربنا يهديها. المهم هي قالت لها كلام انا قلته عليها بس انا ما قلتش خالص. فلما هي قالت لها هي صدقت بجد صدقت. فالمفروض هي اللي غلطانة مش أنا، عشان هي صدقت وأنا ما قلتش كده. فهي جت سألتني قلت لها أنا ما قلتش كده، هي ما صدقتنيش. طب انتي يعني احنا قعدنا كتير نبقى صحاب، تيجي في الآخر كده وبعدين ما تصدقيش. ف من ساعتها بقى هي قالت من نظري وانا اللي بعدت اصلا، مع انها جت صالحتني كتير صراحه، عشان برضه ما اكذبش، جت صالحتني كتير وحاولت ترجع علاقتها، بس انا لا، خلاص استقبال، انت ما ثقتيش فيا خلاص. بجد من بعدها اتعلمت حاجات كتيره، ان مهما كان الشخص قريب منك ما تثقيش فيه، يعني ثقي فيه عادي بس مش للدرجه اللي, اللي يعني ايه تنزل توقعاتك، فاهمين؟ ففي النهاية أنا وقتها كنت زعلانة جدا صراحة، بس بعد فترة فهمت إن بعض الناس بيجوا في حياتنا عشان يعلمونا حاجة، مش بالضرورة عشان يفضلوا فيها للأبد. بس احنا حاجة متغيريش شخصيتك عشان تتصاحبي أبدا، بجد دي أهم نقطة في الفيديو كله. لو بتحبي الهدوء ما تجربيش نفسك تبقي أكتر واحدة صوتها عالي، لو بتحبي الكلام ما تسكتيش تحاولي تسكتي نفسك عشان اللي قدامك. لو عندك رأي قولي رأيك باحترام. انت مش محتاجة تعملي نسخة جديدة منك عشان حد يحبك، انت كده هيحبك على طبيعتك اوكي، لو مش هيحبوكي زي ما انت يبقى الشخصية دي غلط في حياتك. فالشخصية الصحيحة أو الشخصية الصح هي اللي هتحب وجودك الحقيقي، هتحب شخصيتك الطبيعية. ماشي. طيب بما إننا اتكلمنا عن الموضوع ده، عندي ليكم تحدي صغير جدا. خلال الأسبوع الجاي كلموا شخص جديد أو شخصية جديدة من أصحابكم، اسأليهم سؤال بسيط، اقعدي جنب حد جديد لو قدرتي، شاركي في كلام بدل ما تفضلي ساكتة. مهم جدا ما تحكميش نفسك على النتيجة من أول محاولة. هي ممكن لقيتيها أول محاولة كده، أو أول مرة لقيتيها بصة كده ومكشرة، يمكن هي مش بتتعامل مع الناس أوي، أو هي انطوائية، أو هي مثلا كانت برضه لسه خارجة من صاحبة فبقت بتقول أنا مش صاحب تاني وكده. ومش مطلوب برضه منك إنك تخرجي من الأسبوع ده كأعز صاحبة من حياتك، تكوني خارجة. المطلوب بس إنك تدي لنفسك فرصة إنك تصاحبي. وفي النهاية أصدقائي، لو أنت فعلا حاسة إنك مش بتعرفي تعملي صحاب، أنا عايزاكي تعرفي حاجة، مش معنى إنك لسه ما لقيتيش صحابك المناسبين إن فيكي مشكلة، يمكن بس لسه ما لقيتيش الناس اللي شبهك أو اللي مهتمين باهتماماتك. خدي وقتك، اتعرفي على الناس بهدوء، ما تحاوليش تتصنعي. حطي حدود حطي حدود حطي حدود حطي حدود، ما تجريش ورا أي علاقة على حسب نفسك. لو عايزين أعرف برضه ازاي تعرفي إن صاحبتك بتحبك بجد ولا بنفسك، وما بياخدوكي كده مصلحة، ولا بياخدوكي مثلا تسلية، ولا بجد بيحبوكي، اكتبولي في الكومنت. وعايزة أقول لكم إن لو انتوا معرفتوش برضه تعملوا صحاب، أكيد هيجي اليوم وتصاحبوا، حتى لحد ما تكبروا أكيد هيجي اليوم وتصاحبوا. وأنا عايزة أقول لكم إن أنا هكون صاحبتكم دايما، واللي عايز يكلمني ممكن، أنا عندي قناة واتس ممكن تبعتولي عن مشاكلكم، ومش لازم أعرضها عادي، ممكن نحلها مع بعض. وأنا صاحبتكم بجد، اللي انتوا عايزة تبقوا جايين تكلموني مش هتأخر وكده. وبس كده خلص الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وبس. باي.